دكتورة أمل شباش طرحت جانب التوافق أو جانب العلاقة الجنسية اللي هي علاقة سمتها بعمود فقري العلاقة الزوجية عن باقي الخلافات ربما والاختلافات التي قد تشكل أو تجمع بين زوجين أو تفارقهما. أريد فقط أن أقول شيء. نحن في تناقض عميق جدا في هذا المجتمع في الوقت الذي نتحدث فيه عن أن الزواج سكينة ورحمة، في نفس الوقت حينما نمر إلى الزواج في أرض الواقع هو مجموعة من المشاكل. يجب أن نفرق ما بين المثل التي نصبو إليها والتي ربما دعا إليها الدين، ولكن في الممارسة في الواقع هناك مشاكل، هناك خلافات، وهذه الخلافات ربما تبدأ منذ اللحظة الأولى، لأن اللقاء الأول معروفة في علم النفس، اللقاءات الأولى دائما تكون لقاءات مزورة. لماذا هي لقاءات مزورة؟ لأنني أحاول دائما أن أروق للآخر، وبالتالي أقدم صورة مغالطة عن نفسي. وحتى في ما هو قديم في الزواج كانت مجموعة من الطقوس ترافق العرس مثلا أو الاحتفال الذي كان يدوم على امتداد أسبوع، فهذاك اللي كيسميوه الدفوع وكيسميوه كتكون فيه العجله، وداك الشيء كيجيبوا العريس وتيقولوا له ركب فوق العجله باش تكون انت هو اللي كتحكم، وتتولي العجله داك التصور هي المراه على المستوى الرمزي. انا سي لونتروبولوجي، بمعنى كيفاش كنتصوروا حنا علاقه اللي فيها وفاق وفيها رحمه وفيها سكينه، وكنتصوروها انها بدات بتشبيه على مستوى حيواني، واننا خصو ينتصر على العجله، بينما المراه كتقول من نبل ولا كيموت المش. تصوري معايا هذا في البناء التقليدي، نبل كيموت المش، لان في الاول تيموت المش والاخر تيخصو، بمعنى انه على المستوى الرمزي ان السلوكات والممارسات في عمليه الزواج لا تمت بصله لما هو على مستوى المثل العليا وفي مقدمات الدين. هي صراع يومية، هي صراع. لماذا؟ لان لنا تنشئه اجتماعيه معطوبه. انا اقولها دائما، لان التنشئه الاجتماعيه اللي كتمثل في الاقوال وفي التصورات نتجوز اولا فكره قبل ان نتزوج شخص اخر، وبالتالي ندخل في صراعات مستمره. ثم العامل الجنسي التي تحدثت عنه، لاننا سبق وان قلت في هذا البرنامج اولا نتزوج لممارسه الجنس، وبعد ذلك يمكن ان نتحدث عن اشياء اخرى، بمعنى ان الهاجس الرغبه الجنسيه حاضر في الزواج. ربما قديما حتى نبقى في هذه المقارنه تكون المراه التي تبحث لابنها، لان هي الام او الخاله او من يقوم مقامها، لان ما كانش تواصل، هي التي لها مواصفات معينه الى اخره، في مقدمتها ان تكون مواصفات مراه معينه ليس فقط لممارسه الجنس مع الزوج، ولكن ان تكون كذلك قادره على عبء الاسره وتحمل الاشغال داخل الاسره. بهذا المعنى الان ماذا يقع؟ الان دابا في هذا المجتمع ماذا يقع؟ انا سبق وان قلت كذلك، ولا بد وان اذكر بان الزواج يتم قبل الزواج، بمعنى ان الزواج يتم قبل الزواج شار لها الاستاذ، بل اكثر من ذلك حتى على مستوى انترنت، وقد سبق وان قلتها، هناك زواج وهناك جواز سريع، في اسبوع واحد يتزوجون اكثر من مره، اون كوبل ديفورسي سي كومبليكي اون ريلاسيون ليبر. بمعنى على هذا المستوى القراءة اللي خصنا نديروا شنو هو ان على مستوى الشباب الان اللي مقبلين على الزواج يعيشون تجربة الفشل قبل ان يدخلون التجربة التي يجب ان ينجحون فيها، يعيشون الفشل قبل النجاح، وبالتالي هناك مشكل. فلا داعي لنقدس الزواج الذي يمارس، بل يجب ان نقدس ربما هذا الزواج الذي هو كمثل عليا. وبالصراحه لم نصل الى ذلك، بمعنى ان هناك اليات تربويه، هناك اعاده انتاج التي نصل بها الى الفشل منذ الوهله الاولى. واضح. دكتوره ثاني تكلمنا ربما على يعني دائما في باب الحديث عن الخلافات والاختلافات، توافق سلوكي، يعني هل نحن طبعا جنسان مختلفان، وهذا الاختلاف اكثر منطقه يظهر فيها هي السلوك، سقف يعني تحت سقف بيت الزوجيه. هي الرجل والمراه جنسان مختلفان في جميع النواحي، اولا في الناحيه الجسميه المعروفه، وبعد من الناحيه النفسيه وغيره. يعني حاعطي امثله عن بعض الاختلافات الموجوده واللي ممكن تسبب مشاكل كبيره بين الزوجين بسبب هذا الاختلاف. مثلا مواجهه الرجل عندما يتعرض لضغوط
ضغوط حياتيه او هو يحتاج ان يكون بمفرده، يجلس مثلا امام التلفزيون او يجلس لوحده. في هذه الحاله المراه تفهم انه هو مبتعد عنها، انها عملت انه دارت شي حاجه وهو تقلق منها او هو هاملها، فتتمشي لعنده تنبش. هي من تنبش فيه هنا تيخرج الجانب العدواني والعنيف عند الرجل، فهنا يمكن له يكون عنيف معها. مين يكون عنيف معها تتفهم اكثر انه هو هاملها وتتنوض معركه كبيره بين الطرفين بسبب شي حاجه هي عندها علاقه بالاختلافات الموجوده بين الجنسين. ايضا المراه من تكون واقعه تحت الضغوط تبغى تتكلم بزاف، لانه هي تبغى تفكر بصوت مرتفع. من تتهدر بصوت مرتفع باغيه من الزوج انه يسمعها باش يدعمها، لكن الزوج تيتقلق لانه هو ما بغيش يسمع. بالنسبه له من تسمع المراه وهي تتهذر وتشكي انه معناها خصو يجبر لها الحلول، هو ما قادش يجبر الحلول، اذا تيشد ودني واما يحل الباب ويخرج. في هذه الحاله عاوتاني المراه تتفهم انه هو هاملها وتوقع مشكل كبير بسبب اشياء هي اساسا طبيعيه في الرجل او المراه. نظره المراه ايضا للامور هي انتشاريه، يمكن لها تفكر في اكثر من موضوع في الوقت الواحد. المراه تشوف ابعاد الموضوع، بينما الرجل تيركز على الهدف، تيشوف حاجه واحده. مثلا اذا كان تيشوف التلفزيون مباراه ما يمكنلوش يهضر مع مراته، وهي مين ما تهضرش معاه تتفهم انه هو هاملها. اذا تتوقع معارك يوميه بسبب امور بسيطه، وهذه الامور بسيطه تجرح الطرفين في الصميم، لانه احتياجات الرجل من المراه هو يحتاج منها التقدير اولا ثم الثقه. التقدير يعني تشوف فيه الرجل الاحلام ديالها، الفارس ديالها، انه هو اللي قادر يحميها. هذا تفكير الرجل منذ التاريخ، هذه العقليه موجوده الى اليوم، انه هو البطل ديالها، هو اللي يحميها، يحمي الوطن، يحمي الامه ويحمي الزوجه دياله. ولكن منين تكون المراه تتغوت أو تتحدث بصوت مرتفع أو تتدابز معه تصرخ عليه، هو هنا تيرتبك الرجل وتيخاف، تيقول واش يحميها ولا يحمي نفسه، ما عرفش واش يحميها ولا يحمي راسه. فتتوقع معركة كبيرة بين الطرفين. الرجل بطبيعته لا يعبر عن مشاعره، لا يعبر عن ضعفه. هذا رجل مغربي ولا رجل المغربي؟ هو المغربي والعربي. لا تنظروا على الرجل في المغرب. فمنين ما يعبرش عن مشاعره وألمه يتحول إلى عنيف أو قد ينسحب، وفي هذه الحالة المرأة تتفهم أشياء أخرى. أيضا المرأة من الأشياء الأساسية، يعني الاحتياجات النفسية والعاطفية الضرورية للمرأة هي أنه تكون في محل اهتمام الرجل. هي الاهتمام، هي الشعور بالأولوية، أنه الأولوية ديال عندها، وأن تشعر بالاحترام ديال الرجل ديالها. فإذا هي ضربته في الصميم هو عاوتاني تيضربها في الصميم، وتتحول العلاقة الزوجية إلى عداوة. لأنه من الرجل تضرب المرأة في الصميم ماذا تفعل؟ تتحول إلى تولي عندها السم، الغضب، الشعور بالغضب، بالحزن، بأنه هي وحيدة في هذا العالم. أنا تنقول لك صراع الزوجين داخل العلاقة الزوجية هي صراع وجودي، كل واحد يتدابز مع الوجود دياله، لأنه هي علاقة ماشي كأي علاقة. بهذا السبب أنا قلت لعبة الحياة الزوجية التوازن، يعني التوازن بين وجودي كإنسان متفرد وبين الآخر كيفاش نتهلا فيه باش ما نخسرش راسي، كيف تربح نفسك وتربح شريكك في العلاقة. الطرح ديالك كيخلينا كنعتبروا بأن المرأة ربما هي اللي كيوقع عليها كتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في الخلاف. لا ليس المسألة، حتى هو إلى ما عطاهاش الاهتمام والأولوية. مثلا الرجل تيخدم بزاف على برا، إلى خلال عمله ما هبط التليفون وتكلم مع الزوجة ديالو وقال لها اخبارك لاباس انت وحشتك يمكن لي دابا شويه ما اجي، هي باش تفرح بزاف. هي محتاجه هذه الحركات ديال الاهتمام. وبالنسبه للمراه الحركه البسيطه تعادل الحركه الكبيره، يعني بحال إلى جاب لها طوموبيل، بحال إلى تذكر عيد ميلادها وجاب لها ورده في عيد ميلادها. فلذلك تتوقع مشاكل كبيره بسبب سوء التواصل الناتج عن عدم فهم الاحتياجات ديال كل من الرجل والمرأة. أستاذ علي شعباني، ربما في هذا الباب يعني تدبير الخلافات والاختلافات. بطبيعة الحال أنا فقط بغيت نشير لواحد المسألة اللي كان غفلناها ربما في هذا الجانب، وهو احنا كنتكلموا على الخلاف والاختلاف. فحقيقة لا الاختلاف فيما بين الرجل والمرأة، ما بين الزوج والزوجة، هو الذي يؤدي أحيانا إلى الخلاف. فلكن كنتكلموا على النتيجة ولكن كنساو الأسباب. فكنساو بأن هاد الزيجة اللي كاينة، هاد الكوبل، يعني الزوج والزوجة في المغرب، هو نتاج ديال واحد الثقافة، واحد الحضارة، واحد الواقع اللي هو غير متجانس بطبيعة الحال. وملي واخا كيتلاقاو بالزواج، فكل واحد عنده حمولات كثيرة اللي جابها معاه، لأن مازال ملي كيكونوا ولاد العم
ذاك الزواج اللي كنا كنعرفوه في الزواج الاقارب كيكون على الاقل ذاك الهامش ديال الاختلاف او ديال الاختلاف طبعا كيكون قليل. لكن الان في الزواج الحادي كل واحد كيجي من واقع اخر مختلف، ربما الزوجه من وجده والرجل من اكادير، وفرق كبير ما بين الشرق والجنوب، وكاين ثقافات مختلفة، عادات مختلفة، طريقة التنشئة الاجتماعية ديال كل واحد فيهم مختلفة. فاللي لقاهم هي بعض الأشياء اللي لقاوها في بعضهم اللي هي قربت بيناتهم وأدت بهم للزواج، ولكن كنساو أن ذاك الحمولة الثقافية ديال الواقع اللي نشأوا فيه ذاك الناس واللي تربوا فيه واللي مأثر عليهم كبير في الشخصية ديالهم، فهو اللي يمكن يجني عليهم فيما بعد، لان كل واحد كيرجع عندك لا ريفيرونس، عندك المرجعيه القديمه اللي عاش فيها. وهنا في هذه الحاله هذه كيوقع واحد التباعد كبير جدا فيما بينهم، وممكن يتطور ذاك الشيء الى الاختلافات الى الخلافات اللي كتولد عنها واحد العدد ديال المشاكل. اكثر الخلافات برايك هي اختلافات كما طرحنا قبل قليل ماديه، اختلافات ربما توافق في التوافق الجنسي، اختلافات نعم. في العاطفه، اكثر الخلافات هذه كلها اشياء لا يكتشفانها الا بعد الدخول في الحياه الزوجيه، الا بعد ممارسه لا كونسوماسيون دو مارياج، الا بعد استهلاك الحياه الزوجيه الزواج. اذا ففي الوقت اللي كندخلوا للبيت ديالنا مع بعضنا البعض وكنستمروا مع بعضنا البعض جورينوي، يعني ليل نهار 24 ساعه على 24 ساعه خلال واحد الفتره، هناك كنتوصلوا لذاك الحقائق. هل تسقط اقنعه كما قال الدكتور مصطفى شكري؟ هل تسقط اقنعه؟ اكيد العديد من الاقنعه التي تسقط، لان في الاول كما قال السي مصطفى وانا اتفق معه تماما، لان في المرحله السابقه لان كنكونوا واحد العدد ديال القضايا كنديروا عليهم واحد الحجاب، كنستروها، كنخبيو واحد العدد الاشياء، لان الغايه ديالي هو نتقرب منك، انا خصني نتزوج بك، انا خصني. فاذا فخصني نبين كل الاوجه المشرقه اللماعه الجميله، كنبان ذاك الانسان المتفهم المتسامح الكريم الودود الرحيم الى اخره، واحد العدد الاشياء. ولكن هذه الامور هذه كلها ملي كنتلاقاو في هذا كتسقط، وكيوان ذاك الوجه الحقيقي اللي ذاك العنيف غير المتزمت المتطرف الشحيح البخيل. نعم وهكذا. ولكن نعم ليست بكل هذه الحده، ولكن في العديد من الحالات هذه الامور هي التي تحصل فيما بعد الزواج. لا احكم على كل الزيجات، ولكن في الغالب الامور التي لا تنجح والحياه الازواج الذين لا ينجحون في حياتهم، هذه الامور هي التي تؤدي بهم الى الفشل. نعم. دكتورة أمل. نعم، غير بغيت واحد التدخل الله يخليك، غير الزواج غير لما ما نساوش واحد النقطه، هي بان هما لابد هما مختلفين، ما يمكنش يكونوا بحال حيت بزاف الازواج يقول انا غنطلق، هي ما كتفهمنيش، هي ماشي بحالي، هو ماشي بحالي. لا، حنا ماشي بحال الراجل في شكل والمراه في شكل، كل واحد عنده كيفاش تربى، كيفاش تعلم، شنو هما الافكار ديالو، شنو باغي من الحياه. اهم حاجه نقبلوا بعضياتنا، نحترموا بعضياتنا، الموده بيناتنا، نحاولوا نتواصلوا. المشاكل لا بد منها، ما يمكنش نتزوجوا ما عندناش المشاكل. هذه هي نقول لك الحلاوه ديال الحياه، زعما هي ملح العلاقه، يعني غير نعرفوا كيفاش نتواصلوا ونحترموا بعضياتنا ونحلوا هذه المشاكل ونتكلموا عليها بيناتنا. حتى هذه واحد النقطه مهمه، حنا بزاف في المجتمع ديالنا كندخلوا العائلات، ما خصناش ندخلوا العائلات ديالنا، اي مشكل نحاولوا نحلوه بيناتنا. اختارينا بعضياتنا النهار الاول بكل حريه، خصنا نعرفوا كيفاش ناسسوا هذه الحياه الزوجيه بكل حريه وبكل مسؤوليه. سنتمم نقاشنا لكن بعد متابعه هذا البورتري او بعد لقاء حسين وفيروز الزوج المغربي الذي قبل أن يشاركنا بعضا من تفاصيل زيجة عمرها 17 عاما ينعتانها بالناجحة، عن ظروف الارتباط، عن العلاقة بينهما، وعن الخلافات التي تلبد غيومها من الحين للآخر، سماء العلاقة وسبيل تطويقها، يدور هذا البورتريه الذي أعدته فاتحة علي، والصورة دائما لعبد الصمد منتصر. على بعد كيلومترات قليلة من مسكنهما الكائن بمدينة فاس وبحامة مولاي يعقوب، قرر حسين وفيروز قضاء عطلة نهاية الأسبوع.
بين الفينة والأخرى يحرص الزوجان على السفر والذهاب في رحلات خارج المدينة للتخلص من الروتين اليومي وتجديد علاقتهما الزوجية التي تعود إلى 17 عاما مضت. كنجيو كنبدلو شويه الروتين شويه كنبغيو عاوتاني كنديفولو شويه مع الدراري وحساب العطله الحياه الزوجيه عاوتاني كتبغي تغير شويه. على عكس الزيجات التقليدية، أخذ حسين وفيروز قرار الزواج بعد فترة من التعارف خصصها لاكتشاف طبائع بعضهما البعض، وهما المتفقان على القطيعة مع الطرق القديمة في الزواج. كنت انا خياطه ايوا وجا عندي الحانوت وبغى يخيط شي حاجه، ومنين تعارفنا ديك الساعه شي شهرين واقيلا ولا 3 شهور هكاك وتعارفنا، انا بغيتو وبغاني وتزوجنا. انا شفتها مشيت نخيط غير واحد السروال عندها في المحل وهذيك هضرت معاها وتلاقيت انا وياها، بقيت كنمشي عندها نتبعها باش تهضر معايا شحال انا كنمشي لعندها وكنتبعها، كانت ساكنه في واد فاس كنتبعها حتى لواد فاس. ايوا بقينا كنهضر انا وياها، تلاقينا انا وياها ونهضر انا وياها، مشات امي الله يرحمها خطبت عليا من الدار. ايوا تلاقينا مزيان. كما هو شأن كل علاقة زوجية، مر الزوجان بالكثير من العثرات والخلافات، خلافات فرضتها وما تزال رهانات الحياة ومشاكل المعيش اليومي وإكراهات تربية الأبناء. وحسب الزوجين فمشاكل الغيرة نالت نصيب الأسد في استثارة الخلاف. انا كنغير بزاف من التليفون، الا صونا التليفون ولا شي حاجه كنقول ما نعرف شي حاجه كثير شي، الا ما بغاش يجاوب حدايا ولا هذا صافي ولا بحال دابا غادي معروض ولا شي حاجه كنلبس كوستيم او كنلبس شي حاجه كندير الريحه او كذا كذا وهذه كنصوب كنخرج فين هذيك كذا، انا غادي كتصون عليا في التليفون فين وصلتي شنو درتي مع من جالس مع من هذه، صونا عليا التليفون في الدار ما بغيتش بحال دابا ما بغيتش نجاوبها هنايا ولا شي حاجه، لا جاوبها علاش بغيتي تجاوب هذه شي بنت هادشي اللي كاين. الصبر مفتاح تجاوز كل المشاكل بسلام، تقول فيروز. أما حسين فيرى في التنازل حينا والتغاضي عن المشكلة أحيانا الحل المناسب، والاثنان يتفقان معا على أن الأهم هو حصر خلافاتهما في بيت الزوجية. من الأحسن كنبقاو بجوج، كندابزو بجوج ونتصالحوا بجوج، من الاحسن. ما كيساقش الخبار لان عرفتي الا بحال دابا عرفوا والديه وعائلته بان الخلاف بيناتنا وكيكبر شي شويه، ملي كيبقى غير بين جوج ما كيكبرش، كيبقى نهار كاع يومين صافي. ما كندخل لا والديا لا والديها لا خوتي لا حتى شي واحد، لا بيني وبينها في البلاصه. حنا ما عندناش الدباز ديال 24 ساعه ما كنكملوش كاع، غير هكا ما كنكملوش. في الليل لا دابزنا بحال دابا غالينا في الصباح، في الليل حنا كنكونوا مصالحين نجيو الخدمه كنتصالحوا. زواج حسين وفيروز لا يعكس واقع الكثير من الزيجات في المغرب في رأي عبد العزيز بوصخرة الذي ينتمي إلى جيل آخر. عبد العزيز يرى أن الحديث عن إكراهات الحياة الزوجية المعاصرة يستدعي بالضرورة المقارنة بين اليوم والأمس. اليوم الفتاة ولات عندها شخصيتها والراجل عنده شخصيته وعنده كيانه. اليوم الفتاة تيولي مثلا 2 ديال السبوعه ما غادي يمكن لهمش يحضيو عارين واحد. هذا هو المشكل. المشكل هو ان هذا عنده شخصيته وهذاك عنده شخصيته، وشكون اللي غادي يقاد هذا الزمان؟ كان لا، كان الراجل عنده رايه، والراجل هو مول الدار، والمراه تخضع وكتقول هو اللي سيدي وهو مولاي وهو كذا وانا مساعده وانا معاه وانا كذا، وهي كتساعده وهو كيساعدها والامور غدا. وتبقى المصارحة وتعبير كل طرف للآخر عن ما يضايقه طوق النجاة بالحياة الزوجية حسب فيروز وحسين، اللذان يبذلان كل ما في الوسع لعيش حياة زوجية صحية وسليمة بعيدا عن الشك والخلاف والصراع. طبعا في البداية لابد أن نحيي حسين وفيروز ونتمنى لهما دوام السعادة، وهذه الزيجة التي يعني تقدم بهذا الشكل المثالي ربما اللي فيه الخلاف ولكن فيه التدبير حسن للخلاف. طبعا شيء جميل، ولكن دعيني فقط أن أقول مجموعة من الدراسات بحثت في ذلك، وهو أنه طول الزواج
هو مرتبط اساسا اولا الانقطاع عن الصوره النمطيه التي اخذناها من ابائنا حتى لا نسقطها اولا، بمعنى اننا نتحمل المسؤوليه. ثانيا ان تكون النظره في الزمان وفي التغيير وفي الديمومه، لان اش كيوقع؟ الانسان ملي كيتلاقى مع الشخص النبلوله كيتسحب وراه يبقى معاه هكاك، لان النبلوله فين كيتلاقاو في محلابه، كيتلاقاو في قهوه، كيتلاقاو جو نسي با هو. واش كيوقع فيه الكلام الجميل وكيتسحبوا مرة الحياه غتمشي هكاك. ملي كندخلوا للحياه العلاقات الزوجيه وتنوليو جبتي التيت جبتي البوطاج فهمتي، ملي كنوصلوا لهذا لا بصح لا ملي كنوصلوا لهذه العلاقات كنبداو نقلبوا على الصوره الاولى الجميله. فهذه الحاله ديال فيروز وحسين اعتقد بانهم خدوا المساله بجد، بما انهم قالوا بانهم واكبوا، هناك مواكبه وهناك نظره استشرافيه بان الحياه الزوجيه تتطلب مجموعه من التنازلات وتتطلب مجموعه من، بمعنى اننا لن نعود قابعين في النظره النمطيه الاوليه. هذه الشرط عندهم اساس. قدره على استيعاب الخلاف وعلى اعتباره عادي وربما يكسر روتين العلاقه الزوجيه. استيعاب الخلاف شيء جميل، قال بانه الاختلاف من اجل باش يعيشوا كندابزوا باش نتصالحوا. رائع جدا، تنهرسوا داك الاشياء النمطيه، هذا تندبزوا باش نتصالحوا، ماشي تندبزوا باش نديروا القطيعه، لان في الفكر ديالنا كيوقع الخلاف باش تكون قطيعه، لا، بان كاين تأتيت الفضاء للاستمراريه، بمعنى انه تكون هناك استمراريه من بعد الخلافات. ولكن كيفاش يحافظوا، اسمح لي سي مصطفى، طبعا عرفوا كيفاش يحافظوا على الدور ديال الزوج والزوجه والدور ديال الاب والام، فصلوا بيناتهم، يعني حافظوا عليهم. حنا شفناهم سافروا بوحدهم، خلاو وليداتهم يمكن مع العائله، عرفوا كيفاش يقويو ديك النواه ديال الحياه والعلاقه الزوجيه بيناتهم، ما بقاوش غير فين ولدوا وليداتهم ولاو كيقابلوا غير الدراري وهملوا العلاقه الزوجيه. يعني كتوقع دائما او لا كتوقع بزاف، حيت كينساو كيفاش حنا كنولدوا وليداتنا، صافي كنبقاو نردوا بالنا غير معاهم، نربيوهم نوكلوهم نشربوهم، يعني الاكثريه الام يعني كتهمل الزوج ديالها والحياه الزوجيه ديالها والسعاده الجنسيه بينها وبين الزوج ديالها، وحتى الزوج كياخذ المسؤوليه ديال التربيه ديال الاطفال وكيبقاش يعطي الوقت للمراه ديالو الزوجه ديالو، يقول لها انت زوينه اجي نخرجوا انا وياك، يعطيها وقت يخرجوا يتعشاو ويتسافروا بحال اللي داروا هاد الزوجين. يعني هذه نقطه مهمه بزاف، يعرفوا كيفاش يحافظوا على الدور ديال الصديق والصديقه وديال الزوج والزوجه، ويلعبوا الدور ديال الاب والام. وحتى واحد الرساله ربما في هذا البورتري، يعني فن العيش ما مرتبطش بالامكانيات الماديه. نرجع لك سي مصطفى، يعني فن العيش مرتبط اساسا بادراك هذه اللعبه اللي هي لعبه التوازن. هل فعلا دكتوره المراه تتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه في ضمان استقرار الزيجه؟ يعني كما هو كما كنعرفوا كما كيتلقنوا لا الفتيات ولا الرجال في المجتمع. انا بعتقد انه كلاهما مسؤول بحال او حتى ممكن مرات مسؤوليه الرجل اكبر، لانه المراه هي تتمر بمراحل صعبه في الحياه الزوجيه، منها الحمل، منها الولاده، منها مرحله ما قبل الدوره الشهريه، فتتكون نفسيا محتاجه الى دعم، فإلى الراجل ما عطاهاش ديك العنايه وديك التقبل ممكن تحصل مشاكل كبيره. او هو يعني الحكيم بيناتهم هو يمكن له يخلي العلاقه تكون افضل واحسن، ومفاتيح جعل العلاقه افضل واحسن. يعني نحن تلاحظوا في هذا دابا اللي شفناهم حسين وفيروز كيف الاحترام واضح في العلاقه الزوجيه، كيف حسن النيه واضحه في العلاقه الزوجيه، ضروري يكون في حسن نيه. يعني هو يعني مين تيتدابزوا ربما دغيا تيتصالحوا، حيت كل واحد تيعرف انه الاخر تيبغيه وتيتقبله، وهذا الشيء هو اللي خلق الموده والرحمه بيناتهم. يعني من اهم الاشياء اللي تتسبب المشاكل هي كثره الانتقادات والتعليقات، هي الجدال، هي سوء النيه. فهذا واضح انه كاين الاحترام بيناتهم، وبحال اللي قالت الدكتوره داروا حياه بيناتهم خاصه وسط علاقتهم بالاطفال. يعني يمكن لهم مره الزوجين يسافروا بيناتهم، يجددوا العلاقه الحميميه بيناتهم، ماشي دائما بجوج عايشين من اجل الابناء. وفي النهايه الابناء يمكن لهم يديروا مشاكل كثيره يعني. الخلاف استاذ شعباني في حال لم يفسد للود قضيه قد يتحول الى معطى ايجابي، الى ملح او توابل تلك الزيجه. طبيعه الحال، لان ما يمكنش نشوفوا، لان الحياه ما فيهاش غير لون واحد هو اللون الابيض، لان كاين الوان متعدده. اذا فالحياه الزوجيه كذلك فيها اشياء، لذلك فلا بد ان يكون هناك
تكسير ذاك الصوره النمطيه ديال الحياه السعيده. فالمشاكل هي وارده ولا يمكن نهائيا أن نتخيل أو أن نتصور بأن هناك أسرة خالية من المشاكل، لكن يبقى الأساسي والجوهري في هذه المسألة كلها هي كيف يمكن أن ندبر، كيف نعرف تدبير هذه المشاكل، لأن العديد من الناس لا يحسنون تدبير المشاكل، وهنا فاش كيوقع الصعوبة. فالصورة اللي شفناها من خلال هذا الروبورتاج هي أن بطبيعة الحال أن عارفين هاد الناس كيفاش يمكن يدبروا الحياة ديالهم. فكاين الحياة اللي هي السعيدة حنا كنحاولوا نمددوها، لكن من حين الآخر كنسقطوا في بعض المشاكل والصعوبات لكن والخصومات، ولكن لا ندخل عناصر خارجية حتى تفسد علينا هذه المشاكل. لأن احنا كنعرفوا بأن تكثير واحد العدد ديال الآراء هي اللي كتزيد عقد المشاكل. كنكونوا على أبواب الصلح ولكن التدخل ديال العنصر الاجنبي كيمكن له يعقد لنا المشكل وما وصلوش للصلح، كترجع الانطلاقه تماما. فاذا عرفنا كيفاش ندبروا هذه المشاكل ونعرفوا بان هذه المشاكل واقعه وكتوقع في جميع البيوت، فنعرفوا كيفاش نحلوها، غادي نرجعوا ايضا لذاك الحاله الاولى ونستمروا في الحياه. اذا فعلى الانسان دائما ان يعرف كيف يمكن ان يتجاوز اللحظات الصعبه. من هذه الفكره اتحول الاستاذ مصطفى الشكدالي، هل الازواج المغاربه يتواصلون فيما بينهم؟ هذه اشكاليه كبيره جدا او هل المغاربه يتواصلون يعني قبل ما نوصلوا؟ لا، انا فقط اريد ان اقول شيء جاء على لسان الدكتورة حينما تحدثت عن سوء النيه. ساقول مثل يقال بين الرجال وهو خطير جدا، يعبر عن سوء النيه المفترض لدى المراه من طرف الرجل. تيقول لك الرجل في المغرب الا غبر الا تيقول الله يعطينا اللي تتمنى لنا اللي كتنوي الام، لا اللي كتنوي المراه وماشي اللي كتنوي الام، لان المراه كتقول راه قصار، راه مشى لهيه، راه مشى مع شي وحده، راه المهم راه مبرع، بينما الام كتقول راه في السبيطار قبطوه في الكوميساريه، راه قتلوه. صحيح. هذه المسائل وهي مضحكه ولكن راه فيها قراءه سيكولوجيه وقراءه سوسيولوجيه خطيره جدا، بمعنى كاين ورجعتها في الروبورتاج الان ديك الغيره الزائده، بمعنى كيجيك هاتف، وهذه المسائل كتكون اساس خلافات وكتكون خلافات وهميه. بمعنى مثلا هذا موقفي الشخصي، ان اتزوج نعم، ولكن ليس من حقك ان تصادر حقي في الحياه. ليس من حق اي احد أن يصادر حق الآخر في الحياة. لا كذلك، لأن هناك من ستجعل من رجل رجلها فقط، وهناك من سيجعل من امرأة امرأته فقط، ولكن أن تجعل من رجل فنانا فشيء آخر، أو العكس كذلك صحيح، بمعنى أن الزواج ليس هو نهاية الحياة. لذلك لأن الإنسان في قرارة نفسه هو محتاج إلى فردانيته، ومحتاج كذلك إلى أن يكون داخل الجماعة وداخل العلاقة. وهذه ليست دعوة دعوة من طرف قد تفهم أنني من دعاة الليبرالية، لا أدعو إلى ذلك، بل أقول بأننا لا يمكن أن نعيش إلا انطلاقا مما يسمى بلوتونومي افيكتيف، الاستقلالية العاطفية. أما إذا كنا داخل التبعية العاطفية لا يمكن أن يكون أي زواج. دكتورة أمال شباش، يتم الحديث عن مساحة ربما بين الزوجين أن لا تكون حياتهما مرتبطة هذاك الارتباط المرضي، وأن تكون هناك مساحة للزوج وللزوجة، مساحة فيها حرية، نعم، فيها تواصل مع الآخر. يعني حدود هذه المساحة؟ الحدود هي ديك الرقصة اللي قلت لك، يعني كل واحد يعطي للآخر واحد المكان اللي غيقدر يفرض الذات ديالو، يوصل الاحلام ديالو اللي يحققها بنفسه، ماشي يحقق الاخر اللي غيحقق لي الاحلام ديالي. هذه من جهه اخرى كاينه واحد النقطه مهمه ايمان، هي ما نبقاوش نمشيو بواحد الفكره باننا غنبدلوا الاخر، لا غنتزوجوا من بعد الاخر غنبدلوا حيت كنمتلكوا. ديك الفكره ديال انا كنملك الاخر، ما كنملكوا حتى واحد ما كيملك الاخر، وما نقدروش نبدلوا الاخر. بالعكس، النهار اللي غنوصلوا للوعي ديالنا باش غنقبلوا الاخر كيف ما هو، نعاونوا باش يفرض الذات ديالو باش يوصل في حياته، حيت لو وصل هو بحال اللي وصلت انا. هذه هي الحياه الزوجيه اللي غنقدروا نوصلوا بعيد واللي غنكونوا سعداء بجوج. ولكن لا مشينا بالفكره بان الاخر غنديروا بحال اللي بغيت انا،
وغنملكو غنحطو حدايا بحال ديك الكاس غنحطو غنمتلكو، حتى واحد ما كيملك الاخر، واخا بالاطفال، حيت عندنا هذه الفكره عاود في المجتمع ديالنا، حنا غنتقلوا بالدراري، غنتقلها بالدراري، غتربي الدراري وما عندها فين تمشي. لا حنا كنشوفوا اليوم الناس كيطلقوا واخا بالاطفال ديالهم، دونك الناس ربما كيعيشوا مع بعض وهما مطلقين عاطفيا، يعني ناس كيعيشوا تحت طلاق واحد وهما هادشي ماشي كنشوفوا مزوجين بزاف، يعني هما عايشين في نفس المنزل في نفس الدار، ولكن كل واحد في بيت، ما كاين لا سعاده، ما كاين لا حب، ما كاين لا احترام، لا تواصل. التواصل ماشي غير نهضر، التواصل نتصنت للاخر ونحاول نوصلوا لواحد يعني واحد الحل بيناتنا، ماشي نفرض انا الراي ديالي والاخر ما كاينش، حيت هادشي ما يقدرش يوصل حتى لشي جهه. دكتوره كتاني، تكلمتي طبعا على هذه المساله ديال التواصل والى اي حد هي اساسيه. مداخل تفعيل هذا التصور اللي هو التصور التواصلي داخل العلاقه الزوجيه، اعطينا مداخل عمليه، لان انت اشتغلتي على حالات ديال بعض الزيجات. يعني العلاقه الزوجيه اكثر المشاكل اللي فيها جايه من سوء التواصل. فيعني اذا كانت المراه اذا على مستوى الحياه اليوميه، منين واحد مثلا يطلع معصب، مثلا نفترض الراجل استيقظ في الصباح وهو معصب، علاش المرأة ما تفهمش الأشياء اللي تديرها بشكل شخصي؟ علاش هي يمكن لها تتعصب وتمشي تدخل معه في حوار اللي يؤدي إلى مشكل ودباز؟ أو نفس الشيء هو إذا شافها هي مقلقة أو مزمجرة وتشكي بزاف، علاش تيتقلق؟ ما يخليها المساحة باش تتقلق ويسكت حتى تسالي ديك الساعه باش يبدل ساعه بأخرى، باش ما يدخلوش مع بيناتهم في اوقات ديال الصراع وديال المشاكل، باش كل واحد يعطي شويه مساحه للاخر انه يمكن له يعبر عن مشاعره ويمكن له يكون مقلق. زيجه سعيده شنو كتعني، او زيجه مستقره او زيجه ناجحه شنو تاثيرها على نفسيه الانسان؟ شنو كتعني؟ اولا المشاكل الزوجيه تتسبب كثير من الامراض النفسيه، يعني انا اغلب اللي تيجيو عندي للعياده راه عندهم مشاكل نفسيه، ماشي غير خلافات زوجيه، ممكن مشاكل اكتئاب، مشاكل بارانويا، الشك، مشاكل حتى امراض جسميه. راه انا درت دراسه على السرطان، من المشاكل الزوجيه ممكن تؤدي الى امراض خطيره ايضا. فاذا انا اللي تديره المراه في الرجل او اللي تديره الرجل في المراه داخل العلاقه الزوجيه راه تديره في راسه. منين انا تنتعصب مع الزوج معناها انا اللي هلكت صحتي، انا اللي تعصبت. انا من تجي عندي الزوجه تنقول لها بدلي الساعه بأخرى، من تشوفيه معصب بعدي منه تتقول لي واش باش اللي هو سي السيد، انا نسكت له؟ لا، انا صريحه، انا نقولها في الوجه. قلت لها ماشي معناها انا منين تيكون عندي فن تواصل معناها خصني نعرف فوقاش نهضر، فوقاش نسكت، فوقاش نقرب، فوقاش نبعد. مع انا تنقول لك باش لانه ما كاينش انسان في الدنيا تيستحق انك تلفي اعصابك من اجله، حتى لو كان هذا هو السبب، حتى لو كان زوج، لانه هو نفس زوج. الشيء بالنسبه للرجال، انا شخص هو شخص اخر، انا ترتبطني بالضبط، انا تنرتبط به بعلاقه مزيانه وتنتعلم فن التواصل من اجل حتى انا نرتاح ماشي غير هو. وباش تبقى العلاقه مزيانه لانه البناء الاسري مهم جدا من اجل حتى الاطفال. الخلافات الزوجيه ديما تتازم الاطفال وتدمر الكيان الاسري كنظام يكون عنده قوه، والقوة ما تكون إلا باتحاد الرجل والمرأة وبتقبلهم بجوج يتقبلوا بعض وبجوج يفهموا أنه هذه الحياة الزوجية هذا قدري وهي هذا هو القدر ديالها، إذن هدفها أنه تصلح العلاقة وهو هدفه يصلح هذه العلاقة باش يمكن لهم يستمروا في حياة فيها طمأنينة وسكينة. ربما مداخلة أخيرة الأستاذ علي الشعباني في 30 ثانية لأن هي الوقت متوقف. لا، في الانسجام في هذا الانسجام مع الكلام اللي قالت أمال والدكتورة كذلك فاطمة، هو ان الحياه، لان كان عندنا واحد الصوره مغلوطه في بناء الحياه الزوجيه، لان قبل في الوقت اللي كانوا كيتزوجوا ذاك الفتيات في واحد السن مبكره جدا وكيقولوا وكيدفعوا ذاك الزواج زوجها صغيره باش تربيها على يدك، كنا كيعتبروا باش تربيها، يعني ذاك الفكره ديال التحكم، وهذا لان خصو ذاك المراه اللي تمشي مع الهوى ديالو مع النمط ديال التفكير ديالو، ماشي ان الحياه مشتركه، ان جاب الزوجه معاه باش تشترك معاه في الحياه، لان دخلوا في واحد المشروع اللي هو مشروع مشترك، لان الحياه الزوجيه والزواج هو واحد المشروع اللي هو عنده واحد الافق غير محدوده، لان ما كنحدوا الا الوفاه ديال اي اللي غادي يسبق فيهم غادي يمشي، اذا غادي يستمر او الطلاق. نعم، او الطلاق. لا، الطلاق ما كيكونش في الافق في ذاك الساعه، لا دابا تيبداو الافق. هذا الشيء اللي كاين، لان الطلاق كيكون غايب لانه هو ابغض الحلال عند الله، لكن كيكون عندهم السعاده، ولكن كيعتبر بان ذاك السعاده والنجاح ديال الحياه الزوجيه هي ذاك المراه تكون دائما في الجانب ديالو اللي قالها
داك السيد يكون هي اللي معاه، وما عمره غادي يدخلوا في الامور وغادي يتحكم فيها، لانه هو جابها باش تربي له الاولاد وتخدمه هو، لانه عنده واحد السلطه، لان المجتمع عطاها له والدين كذلك. طبعا هذه الصوره يجب ان تتغير، وتغيرت بحكم معطيات الواقع. وهذه الامور هي التي يجب ان تتغير بطبيعه الحال، لان السعاده تنبني على التفاهم وعلى المسؤوليه المشتركه، لان كما قلت ان الحياه الزوجيه مشروع مشترك، ويجب ان نقدر هذا الاشتراك في الحياه الزوجيه. شكرا استاذ علي شعباني، شكرا دكتوره فاطمه الكتاني، الشكر للدكتوره امال شباش، وكذلك للاستاذ مصطفى الشكدالي. شكرا للجمهور ولكم مشاهدينا على حسن المتابعه. نلتقي الاسبوع المقبل وعدد جديد من بدون حرج. في امان الله.